السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. اليوم إخواني أخواتي نوريكم واحد الطريقة اللي تقدروا تستعملوها نتوما أولا توريوها للأطفال ديالكم اللي عندهم مشكل في جدول الضرب، خصوصا بالنسبة للأرقام الكبار، يعني من 6 7 8 9. أغلبية الأطفال أو التلاميذ تلقاهم مشكل في الحفظ ديالو. اليوم بهاد الطريقة إلا تعلموا ليها وشدوها مزيان ما يبقاش عندهم يلقاو مشكل بالنسبة لهاد الأرقام، ولكن بشرط انهم يكونوا حافظين ديال جوج وثلاثة وربعة وخمسة. الطريقة كتعتمد على الأصابع ديال يديهم، وهذه كيستعملوها الناس في الحساب الديني اللي غادي نطرقوا ليه إن شاء الله من بعد. والطريقة كيف قلت لكم تعتمد على أصابع اليد. عندنا غنسميهم دابا، عندنا الأصابع ديالنا معروفين، حنا غنعلمو الأطفال ديالنا عندنا الأصابع الصغار واللي نعيطولهم 6. هذا رقم 6، يعني هنا 6 وهنا 6، يتابعوا 7 8 9 وهذا 10، يعني هنا عاوتاني 6 7 8 9 10. دونك فاهمين 6 7 8 9 10. إلا قلت للتلميذ مثلا أولا ولدك قلت ليه دير 6 في 7، يدير 6 في 7 سواء يبدا باليسار ولا باليمين، المهم يبدا بيد وحدة. يعبر هنا 6 ياخد رقم 6 هو هذا، وفي اليد الأخرى قلنا 6 في 7 يعني خصو ياخد 7 6 7. دونك خدا هنا 6 وهنا خدا 6 7. شحال بقاو لينا من الأصبع؟ بقاو ليه 4. إذا غيدير 4 مضروبة في اليد الأخرى شحال بقاو فيها؟ بقاو فيها 3. إذا 4 مضروبة في 3. 4 في 3 شحال؟ 12. ياك 12. وهاد اللي مطويين الأصابع اللي مطوية شحال كاين؟ كاين 1 2 3. غير هو هنايا الأصابع اللي مطوية خصنا نعلمو أن أي إصبع كيطوى أولا كنتنيوه كيولي كيتحسب ب10، كيتحسب ب10. يعني هنا قلنا 3 كنضربو الأصابع اللي الفوق، يعني 4 الأصابع مضروبة في 3 اللي هي 4 في 3 اللي هي 12، والتحت عندي 10 20 30. عندي 3 أصابع متنيين هي 30، و12 زائد 30 هي 42. إذا 6 في 7 كتساوي 42. إلا قلب غيلقاها صحيحة. ناخدو مثال آخر، نديرو مثلا 8 في 7 أولا 8 في 8. 6 7 8 6 7 8. شحال بقاو لي أنا؟ بقاو لي 2 وهنا بقاو لي 2. 2 في 2 4. وهنا شحال نصبع عندي بتني؟ 1 2 3 4 5 6. 6 الأصابع متنية. قلنا أصابع اللي متنيين كيتحسبو بعشراوات، إذا 10 20 30 40 50 60. إذا 4 وكاين 60 هي 64. 8 في 8 هي 64. ناخدو مثال آخر اللي هو نديرو مثلا 9 في 8. 6 7 8 9. 6 7 8. إذا شحال بقى لي هنا؟ 1 هنا 2. 1 في 2 2. شحال من الصباع عندي متني؟ 10 20 30 40 50 60 70. هي 72. هي 9 في 8 هي 72. وهكذا. يعني بالنسبة للأصابع كيسهلوا علينا بزاف عملية الضرب بالنسبة ل6 7 8 9، بشرط أنه يكون حافظ جدول الضرب ديال 2 و3 و4 و5. مازال إلا بغيتو نعطيكم ديال الإثنان كيفاش الطريقة ديال الإثنان و3 و4 بالنسبة للوليدات اللي باقي عندهم مشكل في جدول الضرب ديال 2 و3 و4، نديرهم تما بالأصابع تما إن شاء الله. نديرهم من بعد إلا بغيتوهم خليو لي تعاليق. شكرا.